تعالى يا صديقي كده اثبت لك ان النسخه بتاعت النهارده بتعمل معانا ربط جهاز وبدون اي مشاكل، ويقول لك تعالى ربط الجهاز والكلام ده. تعالى يا صديقي كده تركز معايا كده في الشرح. تمام، نعمل كده يا صديقي كده. اول حاجه كده ندخل على كده على النسخه بتاعتنا بدون اي مشاكل كده اهو، دوس عندك المفاجاه والمتابعه بدون اي مشاكل. طبعا يا صديقي كده انت طبعا هيكون معاك جهاز تاني اللي رقمك مش بيفتح ارقام معدله، زي ما انت كانك انت مشغل دلوقتي رقمك على واتساب عادي بدون اي مشاكل، وانت عاوز تعمل عليه ربط جهاز وبيقول لك تعذر والكلام ده. تعالى اثبت لك يا صديقي النسخه دي بتعمل ربط جهاز وشغال 100%. طبعا يا صديقي كده هنعمل ايه؟ نجيب جهاز تاني اللي انت فاتح منه الرقم. حلو، هتشغل مثلا تجيب تليفون صاحبك وتفتح رقمه وتقول له يا اسطى دقيقه واحده بس كده اهو، تفتح رقمك عادي بدون اي مشاكل. وزي ما انت شايف كده يا صديقي خلاص انت كانك ايه فاتح رقمك على واتساب بالعادي. تمام، هتروح عندك يا صديقي كده تدوس على ثلاث نقط كده اهو، وتيجي عندك على الاعدادات او عندك مثلا ربط جهاز. تمام، تضغط كده على ربط جهاز يا صديقي وتدوس عندك الكلمه اللي هي الزرقاء دي اللي هي اللينك من تحت دياتي كده، انت فاتح معاك الكاميرا بدون اي مشاكل. تروح يا صديقي كده، تروح كده السريع كده يا صديقي وتخش كده على النسخه بتاعتنا بتاعت النهارده، وتدوس على الكلمه اللي هي الزرقاء من تحت اللي هي اللينك دياتي. تمام، اللي هي ربط جهاز اصلا، دوس عليها كده بدون اي مشاكل. وطبعا جيب الجهاز بتاع صاحبك اللي انت فاتح رقمك بيه ونربط معانا الجهاز ولا لا. تمام، خليك زي ما انت شايف كده يا صديقي نشوف معانا ولا لا. بالفعل فعلا يا صديقي اقسم بالله النسخه عملت معانا ربط جهاز بدون اي مشاكل، ولا يجيب لك تعذر والكلام ده. ويلا بينا كده على شرح عشان مش حابب بس اطول عليك. وازيكم حابب قلب عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير. طيب يا صديقي رجعت لكم بافجر نسخه تشوف مجالك حرفيا نسخه اقسم بالله احتلال حرفيا. طبعا النسخه يا صديقي كده فيها توثيق رقمك لمنع حظر. طبعا يا صديقي كده خد كمان عندك زائد نسخه فيها بوت. انت متخيل لاول مره في المجال تم النسخه فيها بوت؟ طبعا البوت ده في اكواد لفك وحصر ارقام. وطبعا خد كمان زياده يا صديقي كده البوت ده برضه بيرمي كونكتات حاجه كده اقسم بالله احتلال حرفيا. ولا بينا كده على شرح طول شوف بس حابب اطول عليك. عندك اصلا كده اول حاجه كده نسخه تعريب كامل. طبعا النسخه دي تعريبي. طبعا اصلا دي كده حاجه كده انت ممكن تضيف اكتر من حساب في قلب النسخه. طبعا اصلا برضه هنا عندك هنا اهو ورقه طيران. طبعا عندك هنا وضع اللايت موت ووضع دارك موت اقسم بالله الاثنين احتلال حرفيا. طبعا عندك هنا هيكون وضع الشبح لو انت حابب من النوع اللي انت تحب تفعل وضع الشبح. برضه عندك هنا صديقي كده الدردشه، عندك هنا المجموعات، عندك هنا الحلقات، عندك هنا المكالمات، عندك هنا المجتمع والكلام ده. تمام، طبعا اول حاجه يا صديقي تدوس على كده على الثلاث نقط، تخش عندك هنا حاجه اسمها خصوصيات تحديثات جي بي. طبعا نسخه اكتيفيتور عادي لو انت مثبت نسخه الاكتيفيتور عادي، او تثبت النسخه دي لوحدها وتعمل معاك ربط جهاز زي ما انت شفت كده في اول الفيديو. عندك كده برضو اضافات المزعج، جدول الرسائل مميزات النسخه، عندك هنا رد تلقائي، تشغيل واتساب، رسائل رقم غير محفوظ، عندك هنا رسائل جماعه المجموعات، عندك هنا الاعدادات، عندك هنا مجموعه جديده، عندك هنا برضو رسائل موزع بنجمه، عندك هنا برضو الاعداد. تمام، طبعا صديقي النسخه باسورد لك رقمين في رقمين. طبعا نسخه بس في قناه التليجرام بدون اي روابط وبدون تخطي اعلانات والجو اللي انتوا عارفينه ده. تمام، طبعا كده دوس على الثلاث نقط عادي كده اهو، وتخش عندك على اضافات المزعج. تمام، دخلت كده على اضافات المزعج يا صديقي زي ما شايف البرايفس كده اقسم بالله حاجه كده خياليه. تمام، عندك هنا صديقي اضافات المزعج يا مشهور كده، خش كده على اضافات المزعج يا مشهور عادي بدون اي مشاكل. وزي ما انت شايف كده هيطلع لك هنا برده اجسام ثانيه حاجه كده الطرش زي ما انت شايف. طبعا يا صديقي عندك هنا الحمايه من الفيروزات، عندك هنا قسم 2 3 4 5 6 7 8 9 اقسام اقسم بالله يا صديقي يا اسطى حاجه كده طرش. تمام، خش كده على عندك حاجه اسمها الحمايه من الفيروزات. طبعا يا صديقي كل الزرارات دياتي لعدم التهنيج من اي فيروزات، طبعا دي الوقت اللزوم فقط. تمام، بس يا صديقي كده عندك هنا عدم التهنيج من الوجه، عندك هنا فعل الشات خليه صفر يا صديقي. عندك هنا ايه عدم التهنيج من اي فيروز. طبعا عندك هنا عدم التهنيج من الموقع، هنا عندك فعل وقت لاي فيروز. عندك هنا يا صديقي ازاله اي تاخير في النسخه، طبعا فعله وكل اللي انا مفعله ده فعله عندك. تمام، عندك هنا عدم التهنيج من الويب، عندك هنا ازاله الفيروزات بتكه. طبعا اللي انا مفعلهم دول برضو فعلهم. طبعا عندك اللي هو فعل واحمي نفسك، عندك هنا الحمايه من اي مخاطره، عندك هنا عدم التهنيج من الملصق. طبعا عندك هنا الحمايه من دعوه جروب يا صديقي، عندك هنا عدم التهنيج من الترول، عندك هنا الحمايه من الاخطاء، عندك هنا عدم التهنيج من الصور برضو، عندك هنا الحمايه من الريكولدات، عندك هنا فعل وابعت رسائل سريعه، عندك هنا اجراء المزيد من الرسائل لو حد بعت لك ايه فيروزاته كده اهو الفيروز ده هيتقص معاك بدون اي مشاكل. عندك هنا برضو يا صديقي تعليق الدردشه مؤقتا. تمام، نطلع كده عندك يا صديقي برضو هنا اهو مميزات النسخه يا ولا زي ما انت شايف. طبعا عندك هنا فعله وخلي النسخه طلقه، عندك هنا تعطيل ايقونه اللي هي الجيف والكلام ده، عندك هنا برضو يا صديقي فعله مش هتهنش تاني، عندك هنا الحمايه من الموقع، عندك هنا برضو الحمايه من اي ستيكر وكده اهو. تمام، عندك هنا برضو يا صديقي اللي كلكم بتحبوها اللي هي توثيق رقمك بتكه. تمام، وما ينفعك يا صديقي كده رقمك هيتوثق بتكه وكل ارقامك اللي عندك هتتوثق. طبعا اللي كلكم عارفين اللي التوثيق ده وهم بس مش اكتر. تمام، عندك برضو يا صديقي كده عدم التهنيج من اي كراش، عارف مين يا صديقي رفعك ادمن ونزلك من الادمن. تمام، بس كده وعندك هنا الزرار اللي تحت ده مالكش دعوه بيه اصلا. تمام، اطلع كده وخد عندك اول رقمين من الباسورد يا صديقي اللي هيكونوا 6 5. عندك برضه يا صديقي عندك هنا برضه خش في الريكولد. طبعا تعرف تفكر الريكولد وحايد اتنينات تلاتات وهكذا خمسات والكلام اللي انت عارفه. طبعا يا صديقي كده اللي بين مش عارف مثلا يعني ايه تفكيك الريكولد ده، اقول لك يعني ايه. مثلا دلوقتي انت بتبعت الريكولد عادي بدون اي مشاكل كانك انت اصلا ما تعرفش الميزه دياتي، بتبعت له سنتين ثلاثه بتوصل له سنتين ثلاثه عادي طبيعيه. بس انت لو فعلت مثلا اللي هو خمسات ده
تمام هيظهر له مثلا الريك اللي هو ب3 ثواني او 4 ثواني، يظهر له بالساعات وبالايام، تمام يعني كانك اللي انت هتفضل عليه اصلا كده. حلو. نطلع كده يا صديقي، وعندك هنا برضو تحركات النسخه يا حبي، طبعا تحركات النسخه وتاثيرات النسخه كلها شغاله اقسم بالله، تمام يا صديقي. طبعا عندك هنا برضو جميع تحركات ال 3 دي، لو انت من النوع اللي انت بتحب تحركات ال 3 دي يا صديقي كده، خش كده ونجي اي اختيار كده ليك انت. تمام. اطلع برضو كده بدون اي مشاكل. عندك هنا برضو تاثير الثلوج اللي هي ايه، ودعه الثلج وكده، لو انت من النوع اللي انت بتحب الثلج يا صديقي فعله، لو انت مش بتحب برضو ما تفعلوش. عندك برضه يا صديقي كده تنظيف النسخه، اي مخلفات والكلام ده اللي كلكم عارفينه. عندك هنا اندرويد 11، خش كده يا صديقي كده ونظف النسخه عادي بدون اي مشاكل، طبعا تم تنظيف النسخه. تمام. عندك هنا برضه يا صديقي النسخه الاحتياطيه والاستعاده، لو انت حابب ايه تستعيد الرشاشه القديمه. وعندك هنا برضه قنوات المزج، خش. تمام. عندك دي قناه اليوتيوب، اهم حاجه كده يا صديقي تخش تشترك كده بالحب كده، عاوزين نوصل ل 11 كي اخ واخت طبعا. وطبعا يا صديقي كده ما تنساش اللايك والكومنت بتاعك يا جميل، عشان الفيديو ينتشر في اسرع وقت وغيرك يا صديقي يستفيد. طبعا يا صديقي عندك هنا الانستا بتاعي، عندك هنا برضه الروم بتاعي، عندك هنا برضه قناه التليجرام، اهم حاجه تندم قناه التليجرام اصلا، عشان قبل ما انزل حاجه على اليوتيوب بنزلها على التليجرام وباخد رايكم فيها. تمام. نطلع كده خلاص، كده خلصنا يا صديقي كده مميزات النسخه كده على السريع. نطلع كده على رايكم كده ايه شكل الشات كده من جوه. عندك هنا برضه يا صديقي عندك الحمايه والخصوصيه، عندك الصيامات، عندك الاعدادات العام، عندك الاشاره الرئيسيه، عندك الشاشه المحدثه، عندك الاشعارات تعرف تخصص الاشعارات بنفسك. عندك هنا برضه إدارة الرسائل، عندك هنا عادات الوسائط، عندك هنا مسارات التنقل، عندك النسخة الخطية، عندك هنا تنظيف، عندك هنا الويدجت التحديثات طبعا نسخة محدثة آخر إصدار، عندك هنا حول التطبيقات، عندك هنا صديقي مشاركة النسخة الجي بي. تمام. اطلع كده تعرف كده شكل الشات والعظمة صديقي كده، ندوس عندك على الثلاث نقط بدون أي مشاكل كده أهو. وعندك هنا رسائل رقم غير محفوظ بدون أي مشاكل، تحط أي رقم كده عشان أوريك بس شكل الشات بس مش أكتر. طبعا صديقي زي ما انت شايف طبعا النسخه فيها 3 فيديوهات في الشات زي ما انت شايف كده اهو، اول فيديو عندنا، وعندك هنا برضه صديقي اللي هو تاني فيديو زي ما انت شايف، طبعا الفيديوهات دي انمي. تمام. عندك هنا برضه صديقي اللي هو تالت فيديو. طبعا صديقي كده تعالى اوريك كده خلفيه الشات الاساسيه. طبعا لو دوست كده صديقي خلفيه الشات الاساسيه زي ما انت شايف كده، اقسم بالله طرش الطرش. تمام. طبعا لو دوست على السهم اللي فوق كده، طبعا عندك هنا برضه تعرف ترمي فيروز اندرويد وفيروز يا صديقي ايفون، وتعرف ترمي فيروز الاثنين مع بعضهم. تمام. طبعا خد عندك الميزه دي اللي مفيش حد اصلا يعرف يعملها اصلا. طبعا لو دوست كده يا صديقي كده، تمام، عملت كده نقطه، تمام، وتكتب ايه يا صديقي، تكتب كلمه مزعج. تمام. اكتب كده مزعج يا صديقي، اكتب نقطه وبعدين اكتب مزعج كده اهو، وتعمل ارسال يا صديقي كده. يعني بص اقول لك على حاجه، تعمل كده جرات المزيد يا صديقي هتلاقي لك بوت، انت متخيل اقسم بالله قلت لك راجع لك باحتلال حرفيا. تمام. طبعا انت كده خلاص كده تكتب نقطه والمزعج هيظهر لك بوت في قلب النسخه. طبعا يا صديقي برضه تكتب ايه يا صديقي عشان يظهر لك ايه اوامر البوت، تكتب اللي هي النقطه دي وتكتب منيو. تمام. نقطه ونكتب هنا منيو. تمام. زي ما انت شايف كده اهو، نكتب منيو ونبعت نعمل ايه، نعمل ارسال برضو. هنشوف كده جرة المزيد زي ما انت شايف يا صديقي. تمام. هيرحب بيك والكلام اللي انتوا عارفينه. طبعا عندك هنا برضه يا صديقي دي اوامر البوت. تمام. عندك هنا بان، وعندك هنا ليه الفيروزات، وعندك كل حاجه انت عاوز تطلعها. تمام. طبعا ما علينا طبعا تعمل مثلا سبام، مثلا اللي هي كلمه سبام دي، لو كتبت نقطه، تمام، لو كتبت نقطه عادي بدون اي مشاكل، وكتبت اللي هو اس بي، تمام، ام، وتعمل رسائل كده ونشوف هيطلع لك ايه دلوقتي بدون اي مشاكل. طبعا هيطلع لك كونكتات، انا قلت لك اقسم بالله رجع لك باحتلال حرفيا زي ما انت شايف يا صديقي كده. يعني انت زي ما انت شايف كده لو كتبت اي كلمه من دول، كتبت نقطه وكتبت اي كلمه من دول هيطلع لك امر، وهكذا سواء اكواد، سواء كونكتات، سواء فك حظر والجو اللي انتوا عارفينه ده. طبعا عندك ده يا صديقي كده، ده عندك كونكتات اللي هو اي او اس ايفون، عندك هنا كونكت 41، كونكت 66، كونكت يا صديقي اللي هو 80، كونكت يا صديقي 257. انت متخيل طبعا صديقي كده، بس كده انت لو حابب ترمي اي كونكت من دول عادي بدون اي مشاكل، تعمل كده نقطه صديقي وتكتب اي كونكت مثلا من دول، زي مثلا 41 66 80 وهكذا، تكتب مثلا عندك 80 مثلا. تمام. وتعمل كده رساله يرمي لك الكونكت بتاعك. طبعا عشان انا اجس الايه الفيروز كده في ايه في زرار الحمايه، فتلاقي كده اصلا النسخه محميه اصلا بدون اي مشاكل، مش هيرمي لك فيروزات ولا اي حاجه. يعني انت مثلا لو دوست كده على السهم اللي فوق ورميت اي فيروز كده صديقي مثلا اهو بدون اي مشاكل كده، هتلاقي الفيروز اصلا مكسوس. انت متخيل؟ يعني بص اي فيروز يتبعت لك هتلاقيه مكسوس بالشكل ده. يعني اقسم بالله النسخه زي ما انت شايف بتجري في الفيروزات اصلا، مش بتهنك حرف. انت متخيل؟ اقسم بالله راجع لك باحتلال زي ما انا قلت لك. وبس كده صديقي كده، وعايزك تستمتع كده انت بنفسك بمميزات النسخه، وخد عندك اخر رقم من البصر ده صديقي اللي هيكونوا 7 5. وبس كده صديقي، اشوفكم في فيديو جديد وسلام.